بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن بعض المصطلحات في التاريخ والآثار، ومن بينها الأواني الكانوبية. هو اسم أطلقه الإغريق على الأواني الأربعة التي كانت تحنط فيها الأعضاء الداخلية للميت كالكلى والكبد والرئتين والأمعاء والمعدة، وقد نسبت إلى معبود مدينة كانوب وهي أبو قير الحالية، الذي كان يمثل على هيئة آنية لها رأس الإله أوزوريس. وكانت كانوب هي أول مكان يعثر فيه على هذه الأواني. أودا باشا. رقم ألف، رئيس المشتغلين بخدمة السلطان في أموره الشخصية وخاصة الملابس. رقم ب، في الجيش الإنكشاري كان الأودا باشي يسمى أروطا باشي، وهو المسؤول عن أمور الضبط في الكتيبة. أوديمية، وهو مذهب يوناني متفائل يحكم على كل أفعال البشر بأنها ترمي إلى تحقيق السعادة. أورطاق، هو شريك تجاري أو من يتاجر بمال خان المغول لحسابه الخاص. أوزريون أو قبر أوزوريس، هو ضريح باسم الإله أوزوريس، شيده الملك سيتي الأول في مدينة أبيدوس، وهي محافظة سوهاج حاليا. وكان المصريون القدماء يحجون إليه تقديسا للإله أوزوريس. أون أو عين شمس، هي مدينة مصرية قديمة تقوم على أطلالها الآن ضاحية مطرية من ضواحي القاهرة، وكانت أهم المراكز الدينية في مصر القديمة. أويغور، هو اسم جيل من قدماء الأتراك سكنوا شرق تركستان وحوض نهر طاريم. كانوا أهل حضارة مزدهرة من مدائنهم طورفان وقرى خوجو. الأيام الحرم، منعت الكنيسة في العصور الوسطى القتال في أيام معينة، وتشمل الفترة الواقعة بين مساء السبت وصباح الاثنين من كل أسبوع، وفي موسم وأعياد خاصة مثل عيد البشارة والصوم الكبير. وهذا الإجراء يرجع إلى القرن ال11 الميلادي، ويقصد به الحد من فوضى القتال في العصور الإقطاعية. أيام العرب، قصص وحروب دارت بين قبائل العربية في الجاهلية بسبب الأمور المعاشية وغيرها، وكانت أشد ما تكون بين القبائل المتجاورة أو القبائل القريبة النسب. وكانت تحكي الانتصارات التي حققتها القبائل للتفاخر بعضها بعضا، سواء كانت في صورة أشعار أم روايات قصصية منظومة. إيزيس، زوجة المعبود أوزوريس وأم المعبود حورس، انتشرت عبادتها في مصر القديمة لصفاتها التي ترمز إلى الإخلاص للزوج والرعاية الكاملة للابن، كما اشتهرت بلقبها العظيمة في أعمال السحر. وانتقلت عبادتها إلى بلاد الإغريق والرومان. أيقونة، وهي صورة أو تمثال لشخصية دينية يقصد بها التبرك. إمحتب، حكيم مصري قديم ذاعت شهرته في الحكمة والطب والهندسة، وكان كاهنا في هليوبلس ووزيرا للملك زوسر، وقد أشرف على بناء هرمه المدرج ومجموعته الهرمية. وقد وحد اليونانيون بينه وبين إله الطب عندهم المسمى إسكليبيوس. إنجو، هو ممتلكات هي ممتلكات خاصة بخان المغول أو أفراد أسرته. إيوان، كلمة فارسية معربة تعني قاعة العرش، وهي من الناحية المعمارية وحدة مربعة أو مستطيلة معقودة السقف. الأيوبيون، أسرة كردية ينسب إليها صلاح الدين الأيوبي الذي أسس سنة 567 هجريا 1171 ميلاديا دولة حكمت مصر والشام والحجاز واليمن، وكانت لها مواقف مشرفة في مقاومة الصليبيين، ثم سقطت سنة 648 هجريا 1250 ميلاديا. وللحديث بقية إن شاء الله.